وقد وقع هذا أيام بني أمية، يوم أن عين على العراق أحد البودات، أحد البدوي عين على العراق، فإذا برجل يرسل إلى الخليفة من الشعراء يقول له: أمير المؤمنين، وأنت حر كريم لست بالطبع الخبيث، أأطعمت العراق ورافديه فزاريا أحذ يد القميص، تفهق بالعراق أبو المثنى وعلم أهله أكل الخبيص، ولم يك قبلها راعي قلوص ليأمنه على وركي قلوص. هذا الأعرابي لا يحسن شيئا ولا يعرف أمرا ولا يستطيع أن يحلب ناقة، قال: لا يؤتمن على أن يحلب ناقة فكيف يسوس أمة. هذا الذي قاله هذا الشاعر لأمير المؤمنين في دمشق من الدولة الأموية، وقد كان عين على العراق واليا من هذا النوع، فقال: هذا لا يؤتمن على أن يحلب قلوصا، والقلوص في العربية هي الناقة. قال: فكيف به يستطيع أن يحكم أمة؟ لكننا لا يجب أن نخطئ حينما نقرأ في القرآن الكريم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فنعمم، لأن هذا التعميم كما يقول ابن جزي الكلبي رحمه الله وابن عطية الغرناطي وأبو حيان النحوي، قال: هذا التعميم ظلم للخيرة من الأعراب، إذ أن في الأعراب صالح وطالح. هذا الشيء الذي ذكر في القرآن الكريم ذكر على من خرج عن منهج الله وحارب دين الله، من أولئك البداة الجفاة الغلاظ الشداد الذين كانوا يتجرؤون على الأحكام ويتجرؤون على الله ويتجرؤون على كتاب الله، ولا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب كما تقول العرب. هؤلاء هم الذين يوصفون بذلك. أما الأعراب الذين كانوا على الفطرة النقية التقية الصالحة فقد كانوا سندا لله ورسوله، وقد كانوا من أوائل من بادر إلى الخير والإيمان. وقد عبر النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم وهو زيد الخيل الشاعر الكبير البدوي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعبر له بتعبير جميل فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم أي التسامح وإجزاء الحسنة مقابل السيئة، هذا هو الحلم، لما يساء إلى الإنسان يعفو ويغفر ويتجاوز ولا يتأثر. والأنات هي التؤادة، تؤادة هي ثقل في ردة الفعل للتصرف، حيث أن الإنسان لا يتسرع، هذا يقال فلان يتأنى. قال له: أنت إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، هل هاتان الخصلتان اكتسبتهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، خلقك الله بفطرتك بالحلم والأنات. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. هذا النوع من الأعراب كان له شان، كان له مكان، وهو الذي يقول أحدهم، وليس هذا الذي ذكرناه، يقول: لأمرك ما أدنيت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا جرني رأيي إليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الأرض إلا قد أصابت فتى مثلي، ولست بماش ما حييت لريبة من الأمر لا يمشي إلى مثلها مثلي، ولا مؤثر النفس على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما حييت على أهلي. هذا النوع الراقي من الأعراب الذين لا ينطبق عليهم قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فهذا
من المؤمنين الصالحين الذين التزموا بالأخلاق. ونبينا قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن الطبيعي أننا نصحح هذا المفهوم ولا نؤمم الحكم، فنقول إن الله تعالى قال، وقال في من اتصف بما يخالف نهجه: أما الذين آمنوا واتقوا والتزموا وعبدوا الله على الحقيقة واليقين، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحبوه، فلا يمكن أن يكون الحكم هذا منطبقا عليهم.